مساء الفل. في ناس كتير بتخاف من الروتين وتقول لأ، أنا مش عايزة أعمل روتين علشان مش عايزة ملل في حياتي. لكن تصدقوا بقى إن في دراسات بتقول إنه لازم يكون عندنا روتين يومي عشان ليه فوائد كتير قوي قوي قوي. أول حاجة، بيحقق لنا شعور بالسيطرة والهدوء في الحياة، وبيخلينا دايما متفائلين ومبسوطين إن احنا بنعمل حاجة وبننجز حاجة في اليوم. تاني حاجة، بيقلل التوتر والقلق وبيزود مستوى الطاقة عندنا بشكل عام. بيزود التركيز، بيزود تركيزنا على أهدافنا الصغيرة قبل الكبيرة. بيحسن الصحة النفسية، بيخلينا دايما في مود حلو، وبيخلينا دايما حاسين ان احنا في سلام نفسي وهدوء. كمان بيحسن الإنتاجية، بيخلينا ننتج أكتر في يومنا، ننجز ونعمل حاجات كتير قوي بدل ما نكون في اليوم ما بننجزش أي حاجة. وبالتالي بيحسسنا بالرضا إن احنا أنجزنا حاجة وخلصناها، فبنرضى وبننبسط باللي احنا عملناه. كمان بيحسسنا بالأمان. ليه؟ علشان تقليل التغيير في اليوم بيهدي النفس وبيحسسنا بالاستقرار، فبنحس كمان بالأمان. طيب ازاي بقى نقدر نعمل روتين يومي ناجح من غير أي زهق؟ أول حاجة، مهم إن احنا نبدأ بتحديد أهدافنا واحتياجاتنا الشخصية ونحددها في أولويات. تاني حاجة، مهم يكون عندنا مرونة وتوازن عشان نخلي الروتين بتاعنا مرن معانا في اليوم وبيناسب التغييرات الغير متوقعة اللي ممكن تحصل، وبالتالي ما نكونش مقيدين بيه فبنحس بالملل ونحس ان احنا مش قادرين نفلفص منه. كمان مهم ان احنا ندمج مع الروتين الراحة والترفيه والحاجات الحلوة واللطيفة اللي احنا ممكن نعملها في يومنا علشان نبعد عن اي زهق وملل. 3، نبدأ بالتغييرات الصغيرة، ما نبدأش بتغييرات كبيرة قوي، يعني نحط نقط صغيرة محتاجين ننجزها في يومنا وفي نفس الوقت وكل يوم نعملها أو نعمل جزء منها. الاستمرارية بقى والمواظبة هم دول أهم حاجة اللي هيخلونا بمرور الوقت هنلتزم بالروتين ونحسه جزء حلو في حياتنا مش لود علينا. ابتدوا من دلوقتي، حطوا لنفسكوا روتين يومي والتزموا بيه، وهتحسوا قد ايه التغيير الإيجابي في حياتكم. صدقوني مش هتملوا ومش هتزهقوا لو التزمتوا بكل النقط اللي احنا قلناها دلوقتي.